السلام عليكم متابعي قناة منطقي. جعل الله للساعة علامات تدل على قرب قيامها. تنقسم علامات الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، وتقسم علامات الصغرى من حيث الوقوع إلى 3 أقسام: قسم وقع في الماضي وانقضى، وقسم وقع ولا يزال يتكرر، وقسم لم يقع بعد. ما هذه العلامات؟ أولا، العلامات التي وقعت وانقضت. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة الصغرى. نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، حيث ظهرت هذه العلامة في سنة 654 للهجرة. وأخبر أهل العلم في ذلك الزمان عن خروج نار عظيمة من جانب المدينة المنورة الشرقي، وبالتحديد من خلف الحرة. وقد تواتر الخبر برؤيتها ممن كانوا في بصرة، وهي مدينة معروفة في الشام. فتح بيت المقدس، وكان ذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في العام 16 للهجرة الموافق 636 للميلاد. موت ينتشر بين المسلمين بكثرة، وقد وقعت هذه العلامة في بلاد الشام عام 16 للهجرة، حيث انتشر الطاعون ومات فيه الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من ضمن الذين ماتوا في ذلك الطاعون معاذ بن جبل. ثانيا، العلامات التي وقعت وما زالت مستمرة ويمكن أن تتكرر: الفتوحات والحروب. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بفتح العديد من المدن، وأن الغلبة ستكون للمسلمين. خروج الدجالين أدعياء النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقد ظهرت هذه العلامة في مختلف الأزمان، حيث خرج مسيلمة الكذاب وغيره. الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كثرة الفتن، حتى إن الرجل لا يتمنى الموت من شدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله وشهادة الزور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن العلامات أيضا انتشار شهادة الزور، طمعا في أخذ أموال الناس بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم: وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. اختلال المقاييس، حيث يكذب الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن على الأعراض والأموال، ويصبح سفهاء الناس رؤساء يتكلمون في أمور العامة. استفاضة المال وفشو التجارة، حيث تنتشر التجارة وتتعلق القلوب بالأموال. وقد وقعت هذه العلامة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد أن امتلأ بيت مال المسلمين بسبب غنائم فتوحات الروم والفرس. رفع العلم وفشو الجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وهذا لا يعني اختفاء العلم كليا، ولكن ندرة العلماء الربانيين. تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الخسف والقذف والمسخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: يا رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. ويقصد بالقذف الرمي بالحجارة من السماء. أما الخسف فقد توعد به ربنا العصاة وأهل البدع، وقد وقع ذلك كثيرا في الماضي. أما المسخ فيقصد به أن يتحول أهل الكفر إلى قردة وخنازير. ولادة الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة بالبنيان. وذلك لما جاء في حديث جبريل مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أخبرني عن الساعة. قال جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال النبي: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. والمقصود بأن تلد الأمة ربتها أن تلد الأم
ولدا يكون له السيادة عليها.